انت عارف اني لا بطيء امك ولا بطيء اختك ولا بطيء اهلك كلهم. هعمل لهم ايه يعني؟ ايوه يا سيدي، ما بحبهمش، ما بطيقهمش، لا بحب اقعد معاهم ولا بحبهم يقعدوا معايا، لا بحب اروح عندهم ولا بحبهم يجوا عندي. ايه؟ هجبر نفسي ان انا اعامل بني ادمين ما بحبهمش ليه؟ خدي يا ام الفلوس دي خليها معاكي. فلوس ايه يا ابني؟ خليها معاك، انا المعاش بجيبه وبيكفيني طول الشهر. يا ست الكل ما تقلقيش، انا مظبط بيت والدنيا ماشيه معايا الحمد لله. يا حبيبي انت فاتح بيت ومراتك ودنيتك، خليهم بس ينفعوك يا خليهم حبيبي انت طول بس معاكي، ولو محتاجه حاجه وانت وسلوى هاتوا منه واللي انت عايزينه، وانا كل شهر ان شاء الله هديك فلوس زي دي. ربنا يبارك لك ويوسع عليك يا رب، ويديك ويرضيك زي ما بتراضيني كده. ربنا يخليك لينا يا حبيبي وتفضل تجيب لنا على طول. همشي بقى انا اروح، ماشي يا امي؟ تمام، عشان اتاخرت على هدى. خلاص. امال مراتك فين يا رامي؟ مش باينه. ما تجيبها يا ابني تقعد معانا تقضي يومين معانا، وحاجتني والله نفسي اشوفها. انت عارف رجلي ما بقدرش وانا عاجزه، انت عارف ولا بقدر اروح ولا اجي. والله يا امي هي عايزه تيجي بس هي تعبانه برضو والله، وانا ما رضيتش بقى ايه يعني اتقل عليها، قلت تسيبها اللي هي فيه واجي انا اشوفك واطمن عليكي. يعني معلش بقى المره الجايه ان شاء الله هجيبها لك معايا. ماشي يا حبيبي، ربنا يطمنك عليها وسلم لي عليها كتير، وروح انت بقى يلا عشان تتغدى. ماشي يا امي، يلا مع السلامه. شكرا يا حبيبي على اللي انت عامله معانا. سلام عليكم. ربنا يكفيك السلامة شر طريقك يا رب. مع الف سلامه. تقبل الله يا حبيبتي، عامله ايه؟ منا ومنكم ان شاء الله. الحمد لله. كنت فين كده؟ كنت عند ماما وسلوى اختي بيسلموا عليك والله، ولو كنت هات هدى كده تقعد تزورنا وتشوفنا، بس انا قلت لهم ان انت تعبانه. انت عارف اني لا بطيء امك ولا بطيء اختك ولا بطيء اهلك كلهم. هعمل لهم ايه يعني؟ وطبعا اديتهم فلوس صح؟ اه يا هدى اديتهم فلوس، ايه المشكله يعني لما اساعد ام واخت واقف جنبهم؟ انت عارفه ام مريضه وبتصرف كتير على العلاج. وبعدين انت ما بتحبهمش ليه؟ ها؟ هم بيحبوك وبيسالوا عليك دايما، ليه بتكرهيهم؟ ايوه يا سيدي، ما بحبهمش، ما بطيقهمش، لا بحب اقعد معاهم ولا بحبهم يقعدوا معايا، لا بحب اروح عندهم ولا بحبهم يجوا عندي. ايه؟ هجبر نفسي ان انا اعامل بني ادمين ما بحبهمش ليه؟ وبعدين الفلوس دي يا اخويا مش احنا اولى بيها؟ عيالك اللي في المدارس اللي عايزين كل اسبوع شيء وشويات دول مش هم اولى بيها؟ وانا مخليكي محتاجه حاجه يا هدى انت والعيال؟ لا ماشي انا يعني. جايب لكم كل اللي انت عايزينه. كتر الف خيرك، بس بقول ان اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. يا هدى يا هدى، يعني الفلوس البسيطه اللي بتديها الام واخت مساعده عشان تساعدهم في عيشتهم، يعني دي هتاثر علينا؟ والله ربنا كرمنا والحمد لله، وعندي طلبه كتير وبدي دروس والحمد لله، يعني ما تقلقيش خالص. يا حبيبي انا مش قصدي حاجه، انا عارفه انا بكلم بس بناء عن ايه. يعني بقول ان انا نفسي انا وحبيب روحي يعني نروح كده نعمل عمره، نفسنا نعمل عمره. يا رب طب يا احنا رب. مش معانا فلوسها، فقلت يا بنت ما تفكري كده وتعملي جمعيه كويسه من غير ما تحسسيه، وخدي منه قرش من هنا على قرش من هنا، توفري من طلب البيت من هنا بتاع، وتروحي داخله الجمعيه وتفاجئيه. انت بوظتلي كل حاجه بعمايلك دي بقى. ليه عرفت بس؟ انا ليه يا بتكلم كده هدى؟ بناء عن ايه؟ مش بقول ان ما تديهمش فلوس، اديهم براحتك زي ما انت عايز، بس انا بتكلم ان احنا برضو يعني احنا في حاجات في حياتنا عايزين نعملها محتاجة برضو يا رامي. لو كل حاجة راحة كده احنا هنروحوا امتى؟ ولا هنعمله في حياتنا حاجة صح امتى؟ العمرة دي هنطلعها امتى بالله عليك؟ وانت بتديني الحاجة على القد. عندك عرفت حق، بقى انا عندك حق. بتكلم بناء عن ايه؟ خلاص يا ستي، يعني انا هحاول ايه كده ايه، حاول شهرين تلاته كده ما اديش لامي كده ونجمع مبلغ لحد بس ما نجمعوا حاجة محترمة، يعني حاجة كويسة نتسندوا عليها، نعرفوا ان في اي وقت عايزين بس لما نتكلوا على نحوش الله. المبلغ ده هساعدهم تاني، هساعد ام واخت محتاجين لي. يا ماشي؟ حبيبي انت حر وبراحتك، دي امك برضو ودي اختك، انا ما اقدرش ان انا اتكلم. انا بتكلم ان احنا عايزين نعمله عمره، وانت عارف ان هي عايزه فلوس كتير يا رامي. خلاص هعملها خلاص. ازاي كده؟ خلاص انا المبلغ اللي بديه لام واختي هديهولك كل شهر، وانت حوشيه وان شاء الله نطلع عمره ربنا رمضان يهديك السنه ويصلح دي. حالك يا رب يا حبيبي، ويخليك ليا يا ما رب. يحرمني منك ابدا. سيبك بقى تختمي الصلاه كده وادعي لي. الله يخليك يا حبيبي، طبعا امال ايه؟ ادعي لي ده انت يلا. سندي وظهري. ربنا يخليك ليا. طب ما الله انت يخليك عاقله، يا امال حبيبي. قلقتيني انت في الاول ما تديش فلوس لا. لامك وكده تخضتيني والله. لا انا بس انت عارف مراتك يعني عصبيه كده، بطلع الطلعه كده على ما فيش، انت عارف. بس على شرط قبل ما نطلع العمره تروح الام والاخت وتزوريهم وتراضيهم، اتفقنا؟ عيني عيني يا رامي، عيني دي قبل عيني دي، حاضر. ماشي. اللي تؤمر بيه يا حبيبي. يلا اختمي الصلاه بقى. عيني يا حبيبي. جعانه احط لك تاكل؟ لا الحمد لله خلاص مش عايز، سلام. عامل ايه يا ابني؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ام بخير تمام والله. مالك يا ابني؟ شكلك عامل ليه كده؟ في حاجه؟ العيال كويسه؟ والله يا امي يعني انا تمام والعيال تمام وكله تمام، بس انا حصلت لي شويه ظروف في الشغل كده بس،
فمعلش بقى الفلوس اللي كنت وعدك بيها كل شهر مش هعرف اديها لك، معلش. يا حبيبي هو ده اللي مزعلك؟ يا حبيبي ولا يهمك، انا واختك ندبر امورنا باي حاجه، الدنيا هتمشي، تقلقش انت، علينا المعاش هيكفينا، روق بس انت. طب معلش بقى يا ام، انا هستأذن امشي عشان الحق شغل وكده ورايا اقعد يا حاجات. حبيبي، اقعد اليوم معانا طيب. معلش مرة اقعد ثانية. اتغدى معانا. مرة ثانية يا ام، مرة ثانية. ما تخليك يا حبيبي تتغدى رايح معانا. فين يا حبيبي ما انت قاعد؟ ازيك سلوى، عاملة ايه؟ معلش يا حبيبتي والله انا ورايا شغل لازم امشي، يلا سلام مع عليكم. الف سلامه يا حبيبي، مع السلامه. ايه ماما كان جاي في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي، بيشتكي لي من الظروف والدنيا معايا صعبه. ما عطاكيش فلوس ولا ايه؟ بقول لك الظروف صعبه ومتضايق خالص، الدنيا بايظه معاه. صعبة تلاقي مراته يا اختي ما رضتش لا تعملي. باين على شكله، واخوكي بيبان عليه برضه. والله هي مراته دي حربايه يا ماما، ما بتحبناش، وهي تلاقيها اللي منع عنه ده الفلوس. مفيش منه الكلام ده، احنا ندبرها مع نفسينا كده وسيبيها على الله وهتمشي ان شاء الله. يا ابني انا كل ما اجي اقعد معاك الاقيك شايل طاجن ستك كده، مالك في ايه يا رامي؟ والله زهقان يا سيد، الدنيا جاية عليا كده وظروف تعبانة، كان عندي عيال كتير في الدروس وفجأة العيال بتمشي والدنيا خفت، مش عارف ايه اللي حصل. بص يا رامي، دي ارزاق والرزق ده بتاع ربنا، واكيد انت مقصر في عمل الخير يا رامي، اعمل خير وربنا هيكرمك يا صاحبي. اعمل خير؟ في حتة الخير ده انا مقصر قوي، ده حتى كنت بساعد امي واختي بمبلغ كل شهر، مراتي منعتنا عنهم، قالت لي ما تديهمش حاجة واحنا اولى بيه وبيتنا اولى بيه ونحوش ونطلع عمرة وكده. غلطان يا رامي، ازاي يا حبيبي ما توديش الفلوس لامك؟ انت مفكر يا رامي الفلوس دي انت بتديها لامك من جيبك؟ ده ربنا يا حبيبي بعتها لك، انت وسيط بس عشان تديها لوالدتك، واحنا عندنا اغلى منهم يا رامي. والله عندك حق، عندك حق يا سيد، انا هديها فلوس تاني وهاخد مراتي اخليها تصالح امي غصب عنها مش بمزاجها. عامله ايه يا هدى؟ الحمد لله يا رامي. بقول لك ايه يا هدى، عايزك تغيري هدومك كده عشان نروح لامي واختي ونزوروهم. تاني برضو؟ تاني برضو بتقول لي امك تاني واختك؟ وتالت ورابع، والفلوس اللي منعتها عنهم دي هاخدها هديها لهم تاني، انا اصلا غلطان اللي سمعت كلامك من الاول. ده ازاي يعني اللي انت بتقوله ده؟ زي الناس يا هدى وتسمعي كلامي. لا مش وتقول- سامع كلامك. هتسمعي كلامي غصب عنك وتقومي تغيروا هدومك دلوقتي وتعاملوا ام واخت عدل، خلاص؟ اقسم بالله يا هدى، اقسم بالله لو ما اتظبطتي لطلقك واسيبك وابعد عنك، انا بقول لك اهو 5 دقايق هقوم استناكي في الصاله تغيري هدومك وتيجي ورايا. منورني يا ابني، منوراني يا هدى، والله منوره البيت. بنورك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. عامله ايه؟ سلوى؟ الحمد لله. بص يا ماما، يعني هدى جايه تفتح معاكي صفحه جديده انت وسلوى، وهي جايه تصالحكم، وانا عايزك تسامحيها لو زعلتك في اي حاجه. انا ما اقدرش ازعل منها، دي هدى دي حبيبتي وزيها زي سلمى، الاتنين عيالي وواحد عندي. حقك عليا يا حماتي، انا عارفه ان انا غلطانه في حقك، والاول كنت بحاول ان انا ابعد رامي باي شكل، بس ما كنتش فاهمه يعني، بس دلوقتي فهمت وعارفه ان انا غلطت وحقك عليا، انا اسفه. يا هدى واحنا لازم نبقى حلوين مع بعض، يعني انت واخده اخويا وانت زي اختي برضو، وعايزاكي تبقي كويسه معايا ومع امي ومع اخويا برضو. عموما امي انا اجيب لك ايه حاجه بسيطه كده عشان تساعدك وكده على المعايش، خلي الفلوس دي معاكي. خليها يا ابني مستوره والله الحمد لله. يا امي انا عارف انها مستوره عشان خاطري تاخديهم. يا ابني والله المعاش مكفينا والحمد لله مستوره، والبيت مش ناقصه اي حاجه. معلش هاتيهم بس، يعني انت خديهم، ولو اختي محتاجه اي حاجه سلوى هاتي لها اللي هي عايزاه، سيبوهم معاكي. ايه يا هدى ناخدهم ولا ايه؟ حبيبتي دي فلوس اخوكي وانا ماليش ان انا اتكلم في حاجه زي كده، وبعدين ربنا يخليكم حلوين مع بعض دايما ويديمكم نعمه في حياه بعض، ويديموا بالعمايل دي ما يقطعهاش ابدا. طب هنستأذن احنا بقى يا ام عشان احنا سايبين عيال لوحدهم. لا اقعدوا اتغدوا معانا. لا والله العظيم العيال زمانهم كسروا البيت، هنقول لكم مره تانية. عادي نروح يجيبهم، روح انت هاتهم عقبال ما نعملوا الغدا ونتغدوا مع بعض. معلش مره تانية كده هجيلك انا وهدى ونجيبهم بقى معانا عشان نبقى مطمنين ونتغدى ونقعد اليوم كله معاكي. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم يا رب. تسلمي يا حبيبتي، يلا السلام عليكم. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا هدى. يلا سلام. خلي بالكم من نفسكم. يا رامي انا شايفك احسن دلوقتي. والله الحمد لله يا سيد، تصدق من ساعه ما رضيت امي واديتها فلوس ربنا رزقني وفتح عليا والدنيا زادت عندي تاني، كأن الفلوس يا اخي دي اللي قطعتها عنهم ربنا قطعها عني، ولما رجعت معاهم تاني ربنا رجع لي الخير والرزق تاني. الحمد لله يا رامي. الحمد لله. شوف يا رامي، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فانت يا رامي كده عملت الصح وعملت الخير، وربنا هيزيدك، تأكد تماما، وكفايه دعوه امك ليك. الحمد لله. الحمد لله.